اليوم تحت الطلب ديالكم خرجت خصيصا باش نجاوب على الاسئله ديالكم اللي كنتو سولتوني فيها في الفيديو السابق. واسمحوا لي بزاف حيت تعطلت عليكم بسبب العوامل الطبيعيه اللي خارجه على الاراده ديالي، حيت كانت الشتا وكان الريح يمكنش ليا ديك الساعه ندير لكم فيديو. السلام عليكم اخوتي ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نجاوبكم على التساؤلات ديالكم اللي خليتوا لي في الفيديو السابق، غنحطوا لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. غادي نجاوب على اهم اسئله اللي كيتكرروا ونعطيكم بزاف ديال المزايا بالنسبه لهذا الموتور. اخر حاجه نديروها ان شاء الله هي التوب سبيد ديال هذا الموتور. خليكم معايا وما تنساوش ديروا معكم لايك وسبسكرايب. يلا المهم اخوتي، اول سؤال واللي كيتكرر بزاف، واش هذا الموتور بلاكه كبيره ولا صغيره؟ المهم اخوتي، هذا الموتور هذا راه بلاكه صغير كيخرج 49 سي سي وكنت ريباريه على 110 او 127. هذا هو الموتور بكل اختصار، وهذا هو السؤال اللي كيتكرر بزاف. دوز السؤال اخر. المهم اخوتي، السؤال الثاني، واحد سولني قال لي واش هذا الموتور مبدله فيه شي حاجه؟ اخوتي بدله فيه جوج حوايج، ماكينه 110 وهاد الشاكمه هذه اول كو بدله ديال اكرابوفيتش. ها هي اخوتي، شوفوا كيفاش دايره. هذا هو اللي مبدل في الموتور باش تعطي واحد الجماليه واعره. المهم اخوتي، واحد سولني قال لي واش يمكن ندير الكرينات اللي كيداروا هنا في هذه البلاصه بحال اللي كيكون في الاس اش باش يلقى شي واحد اللي يركب بحال هكا، يعني يركب اللور ديال كيركب اللور تلقى فين يشد بحال هكا. هو اخوتي صعيب بزاف انك دير له واحد الكرينات في هذه البلاصه هذه، حيت ما كاينش شي اسباس فين تقدر تشد هذه البلاينات. هذه البلاصه هذه تعال قرب شوف، هانتوما اخوتي صور هنا. دابا ما كاينش شي بلاصه يعني تقدر ديرها، ولكن شفت واحد اللي دار واحد البلان اللي ما عرفتش كيفاش دار له واحد الباليزه في امكانه اذا يدير حتى الكرينات. المهم اخوتي، تقدر يكون شي واحد بروفيسيونيل اللي يقدر يدير لك هذا البلان، ولكن باش يعني تشد ديك الكرينات تلصقهم هنا صعيبه شويه. وجاني واحد التعليق اخر كتقول فيه واحد البنت، انت دابا كبير يعني يمكن لك دير بيرمي ودير موتور كبير، علاش ما ديرش موتور كبير باش تجنب المشاكل يعني بزاف ديال الامور؟ اول حاجه موتور كبير الصراحه موتور زوين وكتلقى فيه واحد المتعه اللي كبيره، ولكن فيه لي شارج بزاف. هذا هو البروبليم ديال الموتور. يعني اول حاجه تشريه بالثمن، ولا تشريه ماشي مشكل، ولكن لي شارج ديالو بحال الصيانه بحال لا فيزيت بحال بزاف ديال الامور فيهم لي شارج بزاف، حتى الكونسوماسيون كتكون كبيره. الا كان عندك القدره تشري موتور كبير راك غتشري موتور كبير وغتستمتع ديال بزاف. ما كانش يمكنك تشري موتور بحال هكا حتى هو كيبان كبير وممتع في نفس الوقت، وغتعيش التجربه ديال الماطر كبير ماطر كبار تقريبا. الاخر وجاني واحد الصديق اللي مهم بزاف، قال لك انا باغي نشري موتور ولكن باغي نخلي الماكينه 50. واش مزيان؟ انا ما كنبغيش السرعه، واش يمكن ليا انني نسافر به؟ اول حاجه اخويا، يمكنك تشري موتور وما تعدل فيه حتى شي حاجه وتخليه بالماكينه 49 ديال، ولكن المشكل ديالو هو انك راه واخا تشري الموتور راه ما غاديش يزيد فيه، يعني مجرد غتكون شي عقبه صغيره الموتور ما غاديش يطلع في هذيك العقبه وغتلقى مشاكل كبيره ديال بزاف. وثاني حاجه قلتي واش يمكن لك تسافر به؟ يمكن لك تسافر به ولكن ما تفوتش السرعه ديالك 45. يعني الا كانت العقبات او الطريق يعني فيها شويه المشاكل ولا شي حاجه راه ما غاديش يسلك داك الموتور وغتوصل في واحد الوقت اللي معطل بزاف. لذا خويا الموتور من الاحسن يعني تاخذ 49 ولا شي حاجه وتريباريه على الاقل 110 باش الموتور يولي هو هذاك. ولكن انت بحال الشخص اللي ما كتبغيش السرعه، واخا تاخذ موتور كبير واخا يكون فيه 260 السرعه راه الا بغيتي تمشي بواحد السرعه قليله راه تمشي بسرعه قليله. هذا هو الميساج اللي بغيت نوصلو لكم الدراري اللي ما كيبغيوش السرعه. واحد السؤال اخر جاني قال لك واش هذا الموتور 50 ولا 110؟ هذا السؤال جاوبت عليه من قبل، ولكن انا نهضر لك على الموتور ديالي. هذا الموتور 110 كيجيني انا 110. هذا الموتور هذا راه كافي جدا، يعني عندك السرعه على وزن ديال الموتور راني شي حاجه اللي كافيه.
ولا كنتي باغي تمشي مثلا 90 او 100 كيلومتر كاع هذا راه كافي. بغيتي تجهد اخويا، بغيتي طير اشري خويا موطور كبير، ما تجيش انك تاخذ موطور صغير في واحد الماكينه اللي كبيره وفي واحد السرعه اللي كبيره، حتى هذا الشيء راه ما يمكنش اخويا، راه كتخاطروا بنفسكم وصافي. بغيتي موطور كبير كيكون فيه 200 كيلو كتلقى مثلا كيمشي واحد 260، راه اي حاجه بالقانون ديالك، فتي القانون تحمل عواقب. هذا السؤال اخوتي غيكون ما قبل الاخر، سولني قال لي واش هذا الموطور 49 ولا 110؟ هذا الموطور اخوتي 49 ومريباريه على 110، يعني مقارنه يعني ماكينه مع الفلوس اللي كاين في الموطور مع الشكل ديالو داكشي راه كافي جدا. بزاف ديال الناس تياخذوا موطور صغير وكيريباريو على واحد السرعه اللي كبيره. خوتي هذا الشيء راه ماشي هو هذاك، حيت انت الموطور صغير كدير له واحد الجهد اللي كبر منه، والموطور تكون خفيف على هذيك السرعه اللي غادي بها انت. مثلا الموطور فيه 109 ديال الكيلو او 110 مثلا، وانت دير له واحد السرعه اللي كبيره، راه ما يمكنش اخوتي. بغيتي السرعه خذ لك موطور كبير كيكون فيه واحد الاوزان اللي معقوله، 180 كيلو 200 كيلو، حتى الا مشيتي ب 200 كيلومتر او اكثر شويه ماشي مشكل. ولكن انت عندك موطور صغير بلاكه صغيره، من الاحسن ريباري على واحد الشاد اللي معقول، مثلا بحال 110 تمشي بواحد السرعه ديال 100 كيلومتر تكون مضره تبارك الله، يعني السرعه الكبيره مثلا او تمشي 95، يعني هذا كافي جدا. شحال توب سبيد ديال هذا الموطور؟ انا خوتي ندير لكم واحد التجربه ونوريكم توب سبيد ديالو باش تشوفوا شحال كيمشي في الطريق. خليكم معايا. المهم اخوتي بغينا نزيدو اكثر في السرعه، انا نردو بلاص، ولكن المشكل هي الطوموبيل كانت قدامنا اللي خوتي غالبا الا كنتي بلاصه وحده راه تشد 95 حتى ل 100 ولا شي 102 بحال هكاك. اش غنقول لكم اخوتي، هذا راه السرعه اللي مزيانه ديال بصح. ودابا نردو بلاص، يعني نردو بلاص وغادي بهاد السرعه شي حاجه اللي مزيانه اخوتي. المهم اخوتي بالنسبه الى درتو الموطور على 125 او 127 غادي ترتفع شويه السرعه